اللي بيكون عايز عربيه رياضيه دايما بيدور في الكوبيه وفي السيدان، لكن عربيه كومباكت كروس اوفر رياضيه ما تلاقيش الا دي، بايك اكس 55. العربيه دي عامله ميكس حلو جدا ما بين السواقه الشبابي الهايفه بنزينه بالليل والحاجات دي، والعائليه والعمليه المحترمه بتاعت مشوار الحضانه. العربيه تصميمها زحمه، بايك حاولوا يدوها تصميم وتفاصيل كتير جدا، يدوها كاركتر بزياده لغايه ما بقت شبه عروسه المولد شويه، حتى عينين العربيه ضيقه عامله زي الصينيين كده. ونفس الكلام من جوه، على الرغم من الانتيريور يعتبر بسيط جدا وما فيهوش زراير خالص، الا ان هم حطوا لها كراسي اوفر وفتحه تكييف اوفر تحسها معموله في محل نابوليا في دمياط. حتى بص في وزره حمراء هنا، بس الكواليتي والخامات كويسه جدا والمساحات كويسه جدا على كومباكت كروس اوفر، والشنطه كبيره واحسن من فئات عربيات كتيره جدا اعلى منها. بتنزل ب 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بيطلع 185 حصان و305 نيوتن متر عزم. واقدر اكد لكم العربيه دي سريعه لسببين. السبب الاول هو الفتيس بتاع العربيه، يعتبر من اسرع الفتايس اللي انا جربتها في العربيات الصيني الدول كلاتش في حياتي. والسبب الثاني اهم، وهو ان التربو بتاع العربيه فيه تكنولوجيا اسمها في تي جي، والتكنولوجيا دي اول مره تنزل كانت في 2006 في البورش 911 تربو. من الاخر كده هي بتخلي التربو يبقى من غير تربو لاج، يعني فاريبل توربين جيومتري، حاجه كده صعب نشرحها. العربيه سواقتها رياضيه جدا للسببين اللي انا قلتهم دول، ده غير كمان ثباتها اللذيذ جدا، والعفشه بتاعتها المالتي لينك الخلفيه مديها احساس لذيذ على الطريق. والعربيه كاوبشنز مليانه كل حاجه تتخيلها وانت عايزها، كراسي كهرباء، اداس كامل بكل الكاميرات وكل الحوارات، العربيه بتعملها كلها لوحدها بالكمبيوتر. من كتر ما بقى في عربيات صيني فببقاش عارف تختار ما بينهم وما بتعرفش تفرق ما بين اللي بيقدمه لك، فبفرح قوي لما الاقي حاجه متميزه في عربيه صيني. والاكس 55 ما يميزها الاداء.